شيخنا الحبيب، بدي أحكي لك يعني القصة اللي صارت اليوم يعني لتنصيري. من تونس يا أخ محمد؟ الحمد لله، أنا من تونس، مسلم وأعيش بأوروبا بألمانيا. ما شاء الله، حياك الله، تفضل. إيه؟ شكرا. والله أنا اليوم أكملت يعني آخر فرض لي في الجامعة، وكنت يعني في طريق المنزل، ويأتيني شخص هو ألماني يعني مع امرأته، ولديه يعني طفل صغير معهم. كان يمشي ويقترب يعني، وقال لي هل لديك يعني دقيقتين لنتحدث؟ قلت له نعم. قال لي يعني هل أنت مؤمن، ولا شو دينك، وهتؤمن بجيزس ولا لا؟ يعني بدأ يعني بمحاولة تعريف ديني إلي يعني، فهمت؟ أنا قلت له في الحقيقة أنا مسلم، بس شو الأسئلة، لا شنو أسئلتك يعني، فهمت؟ قال لي كثير من الشباب عليهم أن يرجعوا إلى دينهم ودين الحق وجيزس، ويعني طريق الحق، وقلبك عليه أن ينبض بالحق، وهذه الكلمات يعني. في الحقيقة قلت له يعني والله العظيم بدل شيء في قلبي، يعني قلت يمكن أن تكون هذه اللحظة أنه ربي سبحانه يعني بعد أني تعلمت الكثير منك معناتها في البثوث وكله الحمد لله، قلت يمكن هذه هي يعني اللحظة أني أفهمه يعني، فهمت؟ يعني قلت له بالنسبة لنا احنا يعني في الدين متاعنا من هو عيسى عليه السلام، وقلت له أنه لا يمكن أن يكون عيسى هو إله، وقلت له أيضا أنه الدين المسيحي لا يستطيع أي إنسان يعني عاقل يعني أن يؤمن بهذا الدين لأنه كذا وكذا وكذا، وعليك أنت أيضا أيها التنصيري يعني أن تراجع دينك، لأنه يعني الكثير من الكنائس والطوائف يعني الفرق ما بين الطوائف يعني النصوص في دينك كثير تناقض فيها وكل هذا الكلام. صدقني شيخ زين، يعني الإنسان كان ينظر إلي كفريسة، عينيه كانت يعني تلمع، والله العظيم كان ينتظر إنسان بعيد عن دينه لا يفقه شيئا في دينه، ينتظر يعني كلمات ليقول إلي يعني تعال معي إلى الكنيسة. والله العظيم عندما رأى الإجابة كان يقول نعم نعم نعم، يعني ينتظر. أنا أصبحت أحاوره والله العظيم. يعني هذا كل بفضل من الله سبحانه وتعالى، وبهذه الفترة التي أتابعك فيها يعني جزاك الله عنا خير جزاء. والله شوف يا أخي الكريم، هذه فعلا هذه نبهت عليها أنا من قبل، ممكن مش عارف في إخوة متذكرين سمعوني ولا لا. أنا قلت بالحرف، قلت المنصر الذي يدعوك إلى النصرانية أول ما يبدأ معك بهذا الأسلوب، ما يسوع بيحبك، مات من أجلك، بتبادل نفس الاسطوانة طبعا المعروفة، سواء عرب منهم ولا مش عرب، نفس الاسطوانة، ما عندهمش الاسطوانة هذه أساسا. طبعا يشوفوك طبعا أنك أنت يعني شخص بسيط وكذا، يبدأ معك بهذه الطريقة، لكن بمجرد أن تكشف حقائق دينهم وأشياء يعني تعتبر هم يحاولون إخفاءها بشتى الطرق، عندها والله ينقلب إلى متوحش، ينقلب إنه يتمنى قتلك في هذه اللحظة أو الفرار منك. نعم، هو في الحقيقة يعني هذا الشخص كان يقول كل المسلمين ولا غير المسلمين يعني المسيحيين ليسوا يعني قريبين إلى دينهم، عليهم أن يعودوا إلى الله، وكلهم من هذا القبيل. فالحقيقة قلت له ليس عليك أن تنظر إلى الإسلام من المسلمين، عليك أن تنظر إلى الدين ككل، يعني لا يمكنك أن تقول هذه الكلمات على المسلمين، يعني كل إنسان خطاء. وأيضا قلت له يعني في الدين متاعك لا يمكن أن يعني يؤمن به عاقل. وبعد هذا الحوار قال لي جملة، قال لي يعني جيزس ويلكم باك، يعني جيزس سيعود إلى الأرض، ماذا تفسر هذا؟ قلت له والحمد لله، يعني قلت له عيسى عليه السلام سيعود ليكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم بالشريعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يعني والله العظيم عندما يقول أي جملة يعني وأي شبهة وأنا أجيب، يعني ليس له رد، كانت يعني من غير إجابة، يعني أنا أجيب ينتهي السؤال، بعده سؤال آخر يعني. الحمد لله رب العالمين. ولذلك نحن دائما نقول يا إخوة أن هذه البثوث مهمة جدا، وهذه الحلقات مهمة جدا، ودائما نطالب بمشاركتها ونشرها وكذا، لأن
المنصرون على الرغم من أنهم ضعفاء وليسوا على الحق وكذا، لكن ترى بيستغلوا البسطاء. هو لما شاف الأخ هذا المنصر هذا، لما شاف الأخ محمد يعني ظنه مسلما هكذا بسيطا وكذا سيؤثر عليه بالشبهات وبالكلام الفارغ، فهم يستغلونه منتشرين. على فكرة أنا والله ما زلت أذكر هذا الموقف، يعني لو سألتموني ما هو الموقف الوحيد الذي ندمت عليه في حياتي هو هذا الموقف الذي سأقوله الآن. أنا مرة كنت هذا الموقف تقريبا من 4 سنوات، كنت في منطقة في اسطنبول تسمى في اسطنبول ششلي، فكنت أسير فيها هكذا يعني في سياحة وهكذا، وكنت متعب صراحة من كثرة المشي وهكذا، فوقفوني في تلك المنطقة، وقفوني 2 من الفتيات ولهجتهم لبنانية، فأعطوني ورقة. أنا في وقتها والله ما ركزت وكذا، فأخذت الورقة وبحكم كانت متبرجات وكذا فذهبت مسرعا يعني. ولما رجعت إلى مكان السكن وكذا فقلت خليني أفتح هذه الورقة، إيش هذه الورقة اللي أعطوها لي يعني. لما فتحت وإذ بي أفاجأ صلبان ويسوع ومش عارف يحبك ومات عشانك ومش عارف. قلت لهم يا الله يخرب بيوتكم، يا ريتني فتحت الورقة في لحظتها. تعرفوا أقسم بالله تحسرت حسرة في وقتها، بقيت أكثر من يوم وأنا حزين. تحسرت جدا، يعني ليش يا زين ما فتحتش الورقة في لحظتها؟ والله كنت متعب من المشي وكذا، والله العظيم. واسطنبول كبيرة، اسطنبول متعبة جدا في المشي وكذا، في وقتها كنت مرهق جدا. فأخذت الورقة هكذا بشكل سريع، وحتى اللهجة يعني يمكن ركزت فيها أكثر لما أعدت شريط الموقف لما رجعت إلى مكان السكن، حتى في لحظتها ما ركزتش كويس يعني. سبحان الله. أنا في الحقيقة لما حدث ذلك معي اليوم يعني لما رجعت إلى المنزل يعني كتبت للأخ أمين بدي أحكي هذا اللي صار يعني يعني بعثت له مسج قلت له لازم أقول الشيخ زين حقيقة يعني. الحمد لله على نعمة طالب العلم، والحمد لله على نعمة الإسلام. جزاك الله خير الجزاء شيخنا الحقيقة. لقد أفدتني كثيرا، وأسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتك، وأعز الله المسلمين بالإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله. الله يبارك فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله المفروض نخصص يوم هكذا أن الإخوة والأخوات كل واحد يحكي لنا كيف واجه محاولة تنصير معينة. على فكرة يا شيخ فيه يعني رسائل كثيرة، تعليقات كثيرة يا شيخ، تكتب أنه حصل معي نفس الشيء، حصل معي. واحد كاتب يا شيخ بل دقوا علي أنا بالبيت، يعني جاءوا حتى للبيت. وأنا على فكرة أنا ممكن أخرج يعني المتصلين في الاتصال يقولوا حكايتهم لسبب واحد، عشان نبين للناس أهمية هذه البثوث، والله لهذا السبب، حتى نبين لهم يعني أنتم بمشاركاتكم وإيصالكم البث للآخرين كم تنقذون نفوسا من تنصير أو إلحاد. يعني هذا الهدف الحقيقة. الله المستعان. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على حمل هذه الرسالة وعلى مواجهة هؤلاء. عشان نبدأ نقطة مهمة، ترى اللي بيجوا للبيوت يا إخوة أغلبهم شهود يهوى، مش الكنائس النصرانية الأخرى. الإخوة اللي موجودين في أوروبا والنصارى الذين يأتونهم في البيوت هؤلاء أغلبهم شهود يهوى. شهود يهوى عقائدهم مختلفة عن باقي الطوائف النصرانية، تمام، لكن شبهات واحدة. لعلنا يعني المشكلة شهود يهوى ما يجوكش في الانترنت، هم عندهم فكرة أن المواجهة تكون على أرض الواقع. شهود يهوى يخافوا من الانترنت وكذا. شهود يهوى هذه طائفة نصرانية، بس جميع الطوائف النصرانية الأخرى مكفرينهم. شهود يهوى يعني شهود يهوى من عقائدهم المسيح مش هو الله، يعني هم لا يؤمنون أن المسيح هو الله، يؤمنون أنه ملاك، يسمونه الملاك ميخائيل. يعني عندهم يسوع المسيح هو ملاك صار إنسانا. هي نفس الفكرة لباقي النصارى، بس الاختلاف أن باقي النصارى يقول لك الله صار إنسانا، بس هم يقول لك ملاك وصار إنسانا بالنسبة لشهود يهوى. كذلك شهود يهوى من عقائدهم أن صلب المسيح عندهم مش بطريقة الصلب المعروفة عند باقي الكنائس. باقي الكنائس الصلب كيف؟ يعني هكذا وضع اليدين بهذا الشكل. عند شهود يهوى لا، الصلب اليدين مرفوعات إلى الأعلى، يعني عندهم الصلب مرفوع اليدين مرفوعة إلى الأعلى. هذه من عقائد شهود يهوى. لكن ككتاب اللي هو الكتاب المقدس بتاعهم نفس الشيء، بس ترجمتهم لهم ترجمة خاصة.
أتمنى يحاولون معي عشان أذكر لهم نشيد الإنشاد. أي يؤمنون بنشيد الإنشاد، اطمنوا نشيد الإنشاد كلهم مؤمنين به. نشيد الإنشاد الوحيد اللي مش يعني متراجعين فيه أبدا. فشهود يهوه يؤمنون بنفس الكتاب اللي هو يسمونه الكتاب المقدس، بس لهم ترجمة خاصة يسمونها ترجمة العالم الجديد. فالإخوة اللي موجودين في أوروبا لما يدقوا عليكم في البيوت وكذا بنسبة 99% هؤلاء شهود يهوه، لأن النصارى الآخرين يعني قليلين ما يأتون إلى البيوت، ممكن يقابلونك في الشوارع في الانترنت كذا، لكن يدقوا البيوت فيهم هم مش ما فيش، بس الأكثرية شهود يهوه من يفعلون هذا الفعل. بلا مقاطعة على كلامك شيخي، أكثر شيء منتشرين في المحطات، محطات القطارات والتواصل. بالنسبة لبتاعين المحطات، محطات المترو ولا الكذا، لا هؤلاء الكنائس الأخرى، نعم. يا أرثوذكسي يا بروتستانتي يا كاثوليك. بس إذا دق عليك باب البيت بنسبة 99% من شهود يهوه. فلازم تكون عندكم فكرة مسبقة عن عقائد شهود يهوه، يعني ما تناقشش في ألوهية المسيح. شهود يهوه أصلا مش مؤمن بأن المسيح إله، ما تناقشش فيها هذه القضية. لكن إذا حابب تناقش في نشيد الإنشاد يؤمن بنشيد الإنشاد هو. وانا بفضل طبعا يا اخوه ما تفتحولهمش اصلا البيوت اساسا، يعني ليش تفتحون بيوت لهذه الاشكال اصلا؟ تفتح البيت امشي، يلا مش اطلع برا، امشي يلا يا مرشوم. والله انا شنو البيت حلوه هذه والله. لكن بمجرد اني وشوفوا على فكره المنظمات التنصيريه يا اخوه او المنصرون عندهم برود شديد جدا، انتبهوا لهذه النقطه. يعني عادي يجوك اليوم وبكره وبعد بكره وبعد بكرتين وما يتركوكش ابدا. إذا رأوك حالة واحدة بس لا يتركونك، إذا رأوك بهذه الحالة عاجز عن الرد ويعرفوا أن إيمانك ضعيف والله ما يتركوك، خلاص أنت عندهم هكذا فريسة. لكن أقسم بالله بمجرد أن يرونك أفحمتهم بالرد، عينك ما تشوف إلا النور، قسما بالله ما تشوف منهم ولا واحد. يفرون فرارا كما تفر الحمر من قسورة، حرفيا. نعرفهم كويس وحافظهم كويس. أشوف الأخ التونسي اللي اتصل قبل قليل الأخ محمد، بمجرد أن حاججه كم حجة ورد عليه خلاص ما عاد اهتم به، هرب النصراني. هم النصارى هكذا أو المنصرون تحديدا، يعني هم بيدرسوا حالتك النفسية، يشوفوك أنك أنت عارف نشيد الإنشاد وعارف النصوص التي تدل أن المسيح رسول ونبي وكذا، يس، وعارف أن مثلا الكتاب المقدس مش واحد عند الطوائف، والله ما عاد تشوف وجههم، خلاص يقول لك هذا عارف حكايات ما لا 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 لا، خلينا نطلع من الموضوع. هم أصلا بمجرد أن يعرفوا أن عندك علم بسفر في كتابهم اسمه سفر نشيد الإنشاد يفقدوا منك الأمل، خلاص يقول لك هذا استحالة أنه يدخل النصرانية. إن شاء الله نقنع بإيش؟ لو نجيب ليسوع نفسه شخصيا أمامه، خلاص ما دام قرأ نشيد الإنشاد أو اطلع عليه استحالة يعتقد بالنصرانية.